السلام عليكم. في هذه الحلقة سأروي لكم ملخص الفيلم الرائع This Can I Live In. يعيش جراح التجميل الدكتور روبرت ليدغارد في ضواحي مدينة توليدو الإسبانية في قصر كبير حيث يوجد مختبره وغرفة عملياته الخاصة به. هناك يحتفظ أيضا بأسيرة وهي امرأة شابة حاولت هذا اليوم الانتحار بفتح معصميها، لكنه تمكن من إنقاذها وبقي منزعجا من هشاشة جلدها ولم نفهم ماذا يحدث بالضبط. يقوم بعد ذلك في أبحاثه باستخدام البلازما الحيوانية لخلق جلد اصطناعي ويقوم بتجربته على الفتاة. قام روبرت بربطها على سرير في مختبره وجرب حرق جلدها ثم وضع بعوضة لتحاول لدغها، والمفاجأة أنه لم ينجح أي منهما في إتلاف هذا الجلد. يذهب الدكتور روبرت بعد ذلك لإلقاء محاضرة في معهد التكنولوجيا الحيوية حيث يعمل، ويعلمهم أنه نجح في صنع جلد اصطناعي سماه جال مقاوم للحروق ولدغ الحشرات، وأن هذا الاكتشاف لن يحمي الناس فقط من التلف أو التشوه بل سيقضي على أمراض خطيرة مثل الملاريا. وسمى اكتشافه باسم جال كذكرى لزوجته التي انتحرت بعد حادث شوهها بالكامل. الامرأة الأسيرة التي تدعى فيرلا بقيت في القصر صحبة ماريليا الخادمة الوفية لدكتور روبرت، والتي زارها ابنها زيكا مؤخرا متنكرا في زي نمر بعد ارتكابه لعملية سطو، وتوسل من والدته ماريليا لإخفائه. ولكن بمجرد وصوله يكتشف وجود الأسيرة فيرلا الذي يخلط بينها وبين جال زوجة الدكتور روبرت المتوفية. ترفض أمه ماريليا أن توفر له المأوى أو السماح له برؤية فيرا، لكنه قام بأسرها ودخل غرفة فيرا واغتصبها. ثم يعود الدكتور روبرت إلى منزله في الوقت المناسب، وهنا يرى زيكا ابن ماريليا يسيء معاملة فيرا، فأخذ مسدسه وأطلق عليه النار حتى قتله. وبينما ذهب ليتخلص من الجثة تعترف ماريليا لفيرا بأنها أم لكل من زيكا والدكتور روبرت من والدين مختلفين ولا يعرف أي منهما هذه الحقيقة. فسألتها فيرا عن سبب تحدث زيكا إليها كما لو كان يعرفها لفترة طويلة، وأخبرتها أن وجهها مطابق لوجه جال زوجة الدكتور روبرت المتوفية. فقبل 12 عاما وقع كل من زيكا وجال في الحب وقرر الفرار معا، لكن أثناء الهروب تعرض لحادث سيارة مروع حيث لم يصب زيكا بأذى وهرب، لكن جال أصيبت بحروق مروعة وأصيب جسدها بتشوه شديد. فأمر الدكتور روبرت بعدها بإبقاء المنزل في الظلام وبدون أي مرآة حتى لا ترى وجهها. لكن ذات يوم سمعت جال ابنتها نورما تغني في الحديقة، وعندما فتحت النافذة لتراها استطاعت أن ترى انعكاس صورتها في البلور، مما أحدث لها صدمة كبيرة ودفعها للانتحار والقفز من النافذة لتسقط أمام الطفلة الصغيرة نورما التي منذ ذلك الحين وهي تتلقى علاجا نفسيا بسبب هذه الصدمة. ثم يعود بنا الفيلم إلى الماضي، وتحديدا ليلة حفل زفاف قبل 6 سنوات، حيث كان روبرت أحد المدعوين مع ابنته نورما. فتلتقي هذه الأخيرة مع شاب يدعى فيسنتي والذي كان تحت تأثير المخدرات ويعجب بها أيضا. فخرج مع نورما يتجولان في الحديقة، وبدأت هذه الأخيرة تسرد له بغرابة الأدوية النفسية التي تتناولها، وبدأت بخلع بعض ملابسها، وقالت أنها إن استطاعت ستبقى عارية طوال الوقت لأن هذه الملابس تخنقها. كل هذا بالطبع بسبب حالتها النفسية والتي لم يلاحظها فيسنتي. فقام بتقبيلها ومدحها وذهبا معا بين الأشجار، وبينما كانا مستلقيان على العشب بدأت نورما فجأة تقوم بردة فعل غريب فور سماعها أغنية من حفل الزفاف، وهي نفس الأغنية التي كانت تغنيها عندما انتحرت والدتها أمامها، وبدأت بالصراخ عاليا ودخلت في هستيريا. فحاول فيسنتي كبح صراخها بإغلاق فمها، لكنها عضت يده فصفعها وأفقدها الوعي. ثم قام بضبط ملابسها ونظر حوله بتوتر باحثا عن شهود محتملين،
ثم هربا بعيدا عن مكان الحادث قبل وقت قصير من وصول روبرت الذي بدوره ترك الحفل وخرج باحثا عن ابنته نورما ليقابل فيسنتي وهو يغادر سريعا على دراجته النارية، لكنه لم يربط الأحداث ببعضها في البداية، ولما وجد ابنته التي استعادت وعيها وهي بأحضانه ولا زالت في حالة هستيرية ليختلط عليها الأمر وتنظر إلى والدها كالمعتدي عليها، فيتم إعادتها إلى مستشفى الطب النفسي في حالة أسوأ من ذي قبل، ويمنع روبرت من زيارتها لخوفها منه. نتيجة لذلك تنتحر بالقفز من نافذة غرفة نومها تماما مثل ما فعلت والدتها. فيسنتي يعيش مع والدته ويساعدها في متجر أزياء متواضع في بلدة صغيرة يكرهها ويريد الهجرة منها. يحاول أيضا باستمرار مغازلة كريستينا زميلته في العمل ولكن دون جدوى. أما الدكتور روبرت فبعد أن فقد زوجته وابنته في ظروف مماثلة يقسم على الانتقام ويقرر البحث عن صاحب الدراجة النارية، وبعد التعرف على هوية فيسنتي يقوم بخطفه ويحتجزه في قبو لمدة طويلة أنهت قوى هذا الأخير وآماله في الهروب، ثم ألقى بدراجته النارية فوق منحدر كي يجعل اختفاءه يشبه الانتحار أو الحادث، ووالدته وشرطة البلدة يبحثون عنه في كل مكان لكن دون جدوى. وفي يوم دفن ابنته نورما قرر الدكتور روبرت إجراء عملية جراحية لفيسنتي وخدع زميله وفريقه الطبي كي يساعدوه في ذلك، وأخبرهم أنها عملية وافق عليها مريض ويرغب في عدم الكشف عن هويته. وعند استيقاظ فيسنتي من العملية اكتشف أنه قد خضع لعملية تحول جنسي. على مدى 6 سنوات قام روبرت بتحويل فيسنتي جسديا إلى نسخة طبق الأصل من جوزته الراحلة وقام بتسميته بفيرا. وخلال فترة سجنه وبعد تحوله إلى امرأة حاول الهروب والانتحار لكن دون جدوى، فأصبح فيسنتي يكافح للحفاظ على عقله والالتزام بجوهر هويته الحقيقية بممارسة اليوغا وطرق نفسية أخرى تعلم عدم الخلط بين الجسد والجوهر وكيفية تحقيق ذلك. بالعودة إلى الحاضر وتحديدا بعد قتل روبرت لزيكا المعتدي على فيرا، كسبت هذه الأخيرة ثقة روبرت بالكامل وطلبت منه أن يثق بها ويعطيها المزيد من الحرية كي يعيشا معا. زميل روبرت الذي قام معه بعملية التحويل الجنسي لفيسنتي قرأ في جريدة عن اختفاء هذا الأخير، وبعد رؤية الصور يربط الأحداث ببعضها ليفهم أنه المريض المجهول الذي خضع لعملية تحويل منذ 6 سنوات وأن روبرت خدعهم، فذهب إلى قصره واتهمه بتزوير الوثائق والاختطاف وتغيير جنس فيسنتي ضد إرادته وإجراء التجارب على جلده بشكل غير قانوني، وهدده أيضا بفضحه إن لم يسلم القصر الذي يملكه إلى معهد التكنولوجيا الحيوية لاستخدامه كعيادة للمرضى المهمين. وهنا بدأ روبرت ضائعا وقام بتهديد زميله بالقتل إن كشف عن الحقيقة، لتدخل فيرا عليهما تدعم روبرت أمام زميله السابق وتؤكد له أن كل ما فعله كان بموافقتها. هنا اكتسب فيسنتي أو فيرا ثقة روبرت، فاستغلت الموقف واستولت على مسدس هذا الأخير لتطلق عليه النار في ليلة من الليالي وأردته قتيلا، ثم فعلت نفس الشيء مع ماريليا التي شاركت في أسرها. بعد تحررها من الأسر تعود فيرا أو فيسنتي إلى متجر ملابس والدته لأول مرة منذ تعرضه للاختطاف، ويخبر زميلته السابقة كريستينا التي أحبها قبل 6 سنوات باختطافه، ثم بإجباره على تغيير جنسه وشكله لتدخل والدته الغرفة والتي لم تتعرف عليه، فيكشف فيسنتي لها بهدوء عن هويته في آخر جملة من الفيلم وقال لها: أنا فيسنتي. كان هذا ملخص فيلم The Skin I Live In الذي لعب بطولته النجم الكبير أنطونيو بانديراس. ما رأيك بهذه القصة؟ اكتب لي تقييمك من 10 أسفل الفيديو،
وإن أردت المزيد من الملخصات اكتب لي كلمة تم في التعليقات كي أواصل العمل على هذا النوع من الفيديوهات. لا تنسى أيضا الاشتراك بقناة عالم الأفلام والمسلسلات إن لم تفعل، وخاصة تفعيل جرس التنبيهات، وإلا فاليوتيوب لن يرسل لك فيديوهاتنا مجددا. كما يمكنك متابعتنا على الانستغرام الذي أنشر به يوميا جديد الأفلام والمسلسلات. شكرا جزيلا على المتابعة، ونلتقي في الفيديو القادم. إلى اللقاء.